دي الحاجة الوحيدة اللي أنا مش قادرة أقف عندها خالص من جمالها وحلاوتها. تعالوا بينا نشوف ده ايه، ولو حد فيكم يعرف ده ايه ممكن يكتب لي في الكومنتات ان هو عارفه المنتج ده ايه. المنتج ده هو جديد عليا بس لذيذ جدا وحلو جدا. عايزه اقول لكم تحفه 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 يا بنات، اللي ما جربوش فايته كتير بجد. دي باكج كده، دي مش عايزه بس تجربيها، دي عايزه تاكليها من حلاوتها وجمالها. تعالوا بينا نشوف الباكج دي بتتكلم عن ايه وفيها ايه بالظبط. بصوا يا بنات، دي الباكج من جوه. طبعا هتقولي ايه يا رورو اللي انت جايباه ده؟ هو ده حاجه؟ ده انت كده بتضحكي علينا، دي كده حاجه لعبه جايه نلعب بيها؟ لا لا خالص خالص خالص. بصوا الحلاوه، بصوا الطعامه دي يا بنات. مقشر المفروض، وكمان معاه مرطب. طيب انت هتقولي لي الحاجات دي خاصة بالاطفال مش بتاعتنا خالص. لا 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 خالص، دي طلعت لاستخدامنا احنا شخصيا. ما تستعجلوش بس واستنوا اوريكم المفاجأة. هما المفروض قطعتين مع بعض شكل بعض، بس للأسف وانا بجيبها دي اتكسرت مني، وانا بفتحها لقيت مني على الارض اتكسرت. هي المفروض الشكل التاني بتاعها يبقى نفس الباكج دي، بس هي للأسف اتكسرت مني. المفروض كده برضو ليها غطا زي ده، بس للأسف اتكسرت مني. مش مهم، تعالوا بس نشوف الأول ده ايه يا بنات. ده شكلها من جوه كده بعد ما شلت الغطا. تمام، ثواني شوفولي بقى الحلاوة. بصوا، ده مقشر للشفاه، مقشر للشفايف. بتقشري بيه شفايفك بالذات. كمان انك لازم تستخدميه في الشتاء، بيشيل اي جلد ميت واي زوايد، بيشيلها نهائي. حلو قوي. وكمان ده المرطب بتاعه. يعني بستخدم ده الاول، بغسل شفايفي، بقشر شفايفي بيه، وبعد كده استخدم المرطب بتاعه. حلو جدا. عايزه اقول لكم ريحته روعه، حلوه قوي قوي قوي. لازم تجربوه، المنتج ده جميل جدا يا بنات، وانا شخصيا عجبني لما جربته. حلو قوي اهو، انا مستخدماه اهو. حلو جدا. وحلاوته بقى كمان ان هو شكله كيوت خالص، ما تقوليش ان هو منتج اصلا ينفع للكبار. وكمان عليه الغطا الحماية بتاعه ده اهو. بس وادي الغطا اهو، بس بتتقفل كده. وده الغطا التاني، بس بقى التاني ده يعني زعلانة عليه. طيب بصوا، هو اتكسر مني خالص. ده اسمه ايه بقى؟ قط اهو. ده شكله ده المفروض. حلو قوي، انصحكم ان انتوا تجربوه. بجد هيعجبكم جدا، ونتيجته هايله 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 فوق ما تتخيلوا. المقشر ده لازم نستخدمه لتقشير الشفاه، وبعد كده بنستخدم عليه المرطب. ممكن كمان لو انت عندك تشققات جامده، او ممكن نستخدم زبده كاكاو كمان، او فازلين لو عندك التشققات صعبه جدا. او انت عارفين بقى في الشتاء بيبقى الموضوع البشره بتبقى جافه اصلا وناشفه، وتحس ان هي ما فيهاش غذاء. فالحاجات دي لازم تستخدميها، بالذات لو انتي عروسه، او يعني ايه بتحبي النظام يبقى يعني يبقى ده روتين من السكين كير اللي انتي بتعمليه لبشرتك. فلازم زي ما بنهتم ببشرتنا كمان نهتم بشفايفنا يا بنات. يا رب يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله تلاقوه تجيبوه، لانه انا لقيته بصعوبة. ويلا اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلكوا كل فيديو جديد. باي باي.